مبدئيا كده عايزين نصلي على النبي. الانسان بيتولد حته لحمه حمراء زي ما حضرتك شايف كده، بعد مده من الزمن يكبر ويبقى عنده شبه وعي كامل بالحياه. بس هنا اقدر اقول لك ان قدامه اختيارين بس. الاول ان يكون شاب عادي عنده عقل يقدر يفكر بيه ويعرف الصح من الغلط، عايز يتعلم ويثقف نفسه عشان يكون قدوه لغيره، بيحاول كل يوم انه يكون احسن ويعمل فرق ولو بسيط في المجتمع اللي هو فيه. الطريق التاني يا حبيب اخوك انك هتكون من الشباب الحلمنتيكي اللي بتروح وتيجي. الموضوع بسيط جدا، تحلق شعرك، تلبس واسع، تشرب اي نوع دخان متاح يا فندم، واخيرا وليس اخرا الحيطه الابيبس، وهتمشي ورا اي تيار او ما يدعى بالترندنج. مش مهم التعليم، مش مهم انك تحسن من اخلاقك ولا طريقه تفكيرك، المهم عندك الشكل او المظهر الخارجي بس. ولو جيت تساله تلت التلاته كام اقول لك ما اعرفش يا حبيب اخوك، ولا امشي من هنا يا هي ناقصه، ما كفايه اللي عندنا. هي كده انت من النهارده خصمي وهندبك في ستوري ثواني. سلام.